يا جماعة، أنا هدى والنهاردة هنعمل مع بعض خطة علشان أرجع العادات الجميلة اللي أنا كنت بعملها قبل الأجازة. ليه؟ علشان كل حاجة كنت بعملها كويسة لنفسي باظت في الأجازة. كلنا بيحصل لنا كده يا جماعة عادي، وبنشقلب نومنا وبنفضل نتفرج على مسلسلات وأفلام، بس سببي إنه في الأجازة كان عندي المسابقتين بتوع الروبوت. شغلي يعني كان أغلبه في الأجازة، بجد كان وقت صعب جدا. كان ايام التكثيف علشان المسابقه اتقدمت شهر وانا كنت ماسكه فريقين، فكان التعب الدبل. كنت فعلا تعبانه جدا، فما كانش عندي اي وقت ان انا افكر انا محتاجه اعمل ايه في الاجازه. كل الخطط اللي انا كنت عايزه اعملها في الاجازه اتدمرت، بس بصراحه عادي، هي دي الحياه. مش شرط كل حاجه نخطط لها تتعمل، واحنا بنمشي كده مع التيار. الحاجه اللي تيجي قدامنا بتحصل، بنتماشى معاها. اصل مش هفضل اعيط يعني ان انا ما عملتش الحاجات اللي انا عايزه اعملها في الاجازه. مش مشكله، مش حاسه انها ازمه. بس الازمه بقى انه ما ينفعش الروتين اللي انا عملته في الاجازه يرجع تاني معايا في الدراسه، لانه روتين سيء للغايه. كل القواعد اللي انا كنت ماشيه بيها في حياتي كلها باظت، زي ان انا كنت على طول بالنسبه لي مستحيل التليفون ده يجي معايا السرير وانا رايحه انام، عشان هفضل ماسكه لحد الساعه 2 بالليل، وبعد كده انام متاخر واصحى متاخر. وده اللي انا كنت بعمله عادي. زي ان انا لازم انام الساعه 10 ماكسيمم الساعه 11. كنت بنام الساعه 3:30 الفجر، عشان كان بعد ما نخلص التدريب كنا بنرجع البيت متاخر. كان معايا اخويا، ما تقلقوش، كنت برجع البيت مع اخويا متاخر، ما كنتش برجع لوحدي. المهم ده مش موضوعنا. كان الدنيا لخبطه على الاخر، بس المهم ان المسابقات خلصت واحنا مبسوطين الحمد لله. فدلوقتي لازم ارجع لحياتي. من ضمن الحاجات اللي باظت برضو زرعي مات. انا رجعت من المسابقه، انا فاكره رجعت من السفر. احنا المسابقه في اسكندريه، اوكي. فرجعت انا ببص على الزرع اللي هو موجود على المكتب، اللي هو زرع اللي عايش في الميه عادي. بجد كان في حاله مزريه، وانا ساعتها كنت تعبانه جدا، ما كنتش قادره ان انا اعمل له حاجه. بس ما تقلقوش، يعني بعد يومين اخدت يومين استراحه محارب، وبعدين قمت اشوف زرعي. بس زرعي مات على الاخر، بجد مات على الاخر. عندي حد الومه؟ لا. ومش هلوم نفسي بصراحه. ليه؟ انا محتاجه ان انا اظبط الدنيا واعمل خطه للعادات بتاعتي اللي انا عايزه اعملها، واظبط كل الحاجات دي. واحد، علشان رمضان قرب وانا عايزه اعمل ليست بالعادات الدينيه اللي انا عايزه التزم عليها من اول دلوقتي لحد رمضان. اتنين، علشان انا خلاص في الدراسه صباح الخير، انا مش محتاجه ان انا افضل اتدلع زي ما كنت بتدلع بعد كده واقول انا عندي وقت، انا عندي وقت. دلوقتي ما عنديش وقت. يا اعملها دلوقتي يا مش هتتعمل، ولو ما اتعملتش هكون بجد متضايقه جدا، لان انا من اكتر الحاجات اللي بتستنزفني ان انا ما كنتش عارفه انا بعمل ايه، وما كنتش مخططه انا بعمل ايه. فانا محتاجه اعمل كده، يعني محتاجه ارتب ده. اوكي، هنرتب ده ازاي؟ هنرتبه مع بعض دلوقتي. اول حاجه، هنرتب المكتب ده علشان يعني بصوا، ده جزء جديد في المكتب هوريهولكم بعد شويه. الجزء ده عايزه اشيل فيه حاجات، يعني احط فيه حاجات، اعين فيه حاجات فعايزه اعمل ده دلوقتي. وعايزه اكتب العادات اليوميه اللي انا عايزه التزم بيها، اوكي، والعادات اليوميه الدينيه اللي انا عايزه التزم بيها. وعايزه اقسم الجانب الديني عن اي حاجه تانية، علشان زي ما قلت لكم رمضان عايزه اركز برضو على الجانب الديني يعني. والعادات اللي انا هعملها ابتدي اعملها من دلوقتي هي اللي هتكمل معايا في رمضان، وهتزيد في رمضان برضو ان شاء الله. اوكي. وعايزه اكتب العادات اللي مرتبطه بيوم، زي مثلا سقايه الزرع، انا ما بسقيش الزرع كل يوم. رابع حاجه، احدد المكان اللي انا هعمل فيه تو دو ليست، ودي خلاص انا عملتها. انا على طول بستخدم نوشن، مش على طول يعني، الفتره الاخيره اللي هي اخر 5 شهور مثلا، 5 شهور ما اعرفش، المهم بستخدم نوشن ان انا اكتب فيه تو دو ليست بتاعتي واخطط فيه لاي حاجه، عشان بس ممكن يكون معايا على الموبايل وموجود على اللابتوب، فبيكون اسهل كده لما انا اكون محتاجه اعرف هعمل ايه، او اخطط وانا في المواصلات مثلا رايحه الجامعه او اي حاجه. طول حياتي بستخدم ورقه وقلم، بحب الورقه والقلم جدا، بس يعني النوشن احسن في موضوع ان انا هرجع للتو ليست على طول في اي وقت. بس مش مشكله، ممكن تستخدموا اللي انتوا عايزينه. و هعمل بقى جدول بالعادات اليوميه بتاعتي دي برضو على نوشن. انا ما قلتلكوش احنا الساعه كام ولا ايه الدنيا. احنا قبل الفجر بشويه، وانا عندي جامعه النهارده، فعايزه بقى بعد ما اخلص الجامعه ان شاء الله لما ارجع البيت ممكن بقى ابقى اشوف شويه العادات اللي انا كنت بعملها زمان وارجع لها تاني. زي مثلا يا جماعه كتابه اليوميات، يا سلام بجد. احلى حاجه في الجورنال اللي عندي السنه دي انها مش باليوم، يعني مش مكتوب تاريخ كده ولازم اكتب فيه، انا اللي بكتب التاريخ بتاعي براحتي، فدي حاجه كويسه. وبعد كده يا جماعه هكون المفروض خلصت.
تمام يا جماعة، تمت المهمة بنجاح. أنا كتبت الحاجات اللي في الجانب الديني لوحدها، والحاجات اللي في الجوانب التانية لوحدها، والحاجات المرتبطة بيوم لوحدها. عايزة أعمل بقى إيه؟ عايزة أعمل منبهات لكل حاجة محتاجة أفتكرها. يعني إيه بقى؟ لحد ما أنا أتعود، أو حاسة إنه مش لحد ما أنا أتعود، حاسة إن أنا عايزة أعمل منبهات للأبد، كل حاجة يكون ليها منبه. فاظن ان انا هعمل كده دلوقتي حالا، هعمل فعلا منبهات لكل حاجه. وبعدين خلاص كده كفايه دلوقتي، هنزل الجامعه. بعد ما ارجع من الجامعه ان شاء الله بقى ايه، نبقى نشوف هنعمل ايه في حياتنا تاني. اوكي يلا بينا. كتابة علشان بعض القصص الأول يعني ايدي بتوجعني ده امتحان الفيت ده يعني. تمام يا جماعه، بعد ما رجعت من الجامعه قعدت عشان اكتب يومياتي. كتابه اليوميات مش بس ان انا اكتب ايه اللي حصل في يومي، ممكن استخدم اسئله لكتابه اليوميات. الاسئله دي بتساعدني اتعرف على نفسي اكتر. انا بنزلهم على انستجرام على طول. وممكن اعمل تدريبات لكتابه اليوميات. التدريبات دي فعلا بتكون مؤثره بالنسبه لي جدا. المره دي اللي انا كنت بعمله هو تدريب انه يعرفني ايه مهمتي في الحياه. بسبب التدريب ده انا اعدت النظر في ان انا انزل فيديوز على يوتيوب. اللي ما يعرفش، انا بنزل فيديوز من وانا في ثانوي. الموضوع في الثانوي كان سهل قوي، كنت بنزل فيديو كل اسبوع، وكمان كان ممكن انزل فيديوهين في الاسبوع. انما في الجامعه انا كنت مفكره ان الوضع هيتغير للاسهل، انه انا حرة نفسي، انا اللي هظبط مواعيدي براحتي. بس لا بجد الجامعه طلعت ضغط جامد جدا، لدرجه ان انا الهوايات اللي انا بحبها انا فعلا بطلتها. يعني مثلا الاجازه اللي فاتت انا ما نزلتش ولا فيديو. ليه؟ كنت بجد مضغوطه على الاخر. حتى انه اصلا فكره ان انا انزل فيديو يوتيوب دي ما جاتش في دماغي خالص، عشان من كتر الضغط اللي انا فيه. والدراسه المفروض ان انا بنزل فيديو اسبوع او اسبوع لا. بس هل انا ملتزمه على ده؟ لا، لان في اسابيع في الجامعه بجد بيكون ضغط جدا، وبيكون عندي امتحانات كتير جدا جدا. يعني الترم اللي فات بجد انا عشان بكتب على نوشن الامتحانات اللي عندي، انا ممتحنه 37 امتحان في ترم بجد تو ماتش. بس لما عملت التدريب ده فكرت في الحاجات اللي انا فعلا بستمتع وانا بعملها، الهوايات اللي انا بحبها بجد.